السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء لالا فاتي. فيديو ماشي جديد، هو جديد ولكن الكيكة سبق لي أنني شاركتها معكم يعني بأشكال مختلفة. هي الكيكة ديال التمر والكركاع، نتمنى أنها تعجبكم. راها كتحمر الوجه إلا كانوا عندكم الضياف. خديتوها بعضياتكم راها مقوية ناقصين فيها الدقيق. غادي يعجبكم بزاف، نتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا. المهم بالنسبة للمكونات راها ساهلة. كنعبروا بالكاس الصغير، اللي عنده كاس صغير. المهم أنا عندي هاد العبارات ولكن هما كيسان صغار، كيسان صغار د الزيت، كاس صغير د الزيت، كاس سنيدة صغير. الكركاع والتمر والدقيق كيسان كبار، عبروا بالكيسان الكبار. عندنا 4 د البيضات، عندنا فانيلا. دايما تنديروا الفاني السائل ولا الغبرة. وعندنا 2 خمارات. وبالنسبة يا إما عندكم الاختيار، يا إما كديروا معلقة د القرفة، كديروا معلقة سكينجبير، أولا كديروهم بجوج، أولا كديروا الكاكاو. المهم الطريقة ديال هاد الكيكة باش كتجينا كتجي خفيفة لداخل ومعلكة. كنفرقوا البيض على الصفر د البيض، كنخدموا كل حاجة بوحديتها. علاش داك البيض د البيض فاش كنطلعوه بحال الثلج، يعني كيخفف لنا من بعد، غادي يخفف لنا يعني التجانس ديال الكيكة. لأن هاد المقادير فاش غنديروها غير مع صفار د البيض غادي تثقل لنا الكيكة. من بعد فاش غنبداو نضيفوا البيض د البيض كيطلعها وكيعطي هاديك الخفة وكيعطي هاديك التعليكة. وبطبيعة الحال عندنا الكركاع والتمر راه كيعطيوها واحد نكهة خاصة. المهم هنايا ديك 4 4 البيض د البيض غادي نطلعهم مع واحد القبيصة د الملح حتى يوليو لنا هكايا تلج، يعني ما يبقاش فيهم السائل. ومن بعد غادي ندوز نخدم الاصفر د البيض. الاصفر د البيض غنخدمو معاه المكونات كاملين. كنطلعوا الصفر د البيض، كنضيفوا له الزيت، كنضيفوا له سنيده، كنضيفوا له داك الفاني باش كيحيد لنا ديك الزفره ديال البيض. ونقدروا نديروا فاني سائل. المهم ولا قشور ديال الحامض ولا اي حاجه كتحيد لنا، كل واحد شنو كيبغي باش يزول لك ديك الزفره ديال البيض. المهم انا هنا درت ساشي ديال الفاني. غنزيد كاس سنيده. ذكرت السنيده ما كنديروش بزاف، غدا عندي عبار ديال كاس صغير. علاش؟ لان التمر اصلا حلو، وكاين اللي كيبغي يسقي الكيكه، كاين اللي بغى يزيد لها كريمه ولا شي حاجه ولا شكلاط، يعني غنزيدو نحليوها بزاف. يعني بركه كاس صغير او لا كاس الا ربع كافي. كنضيفو كذلك الزيت، نفس المقدار ديال الزيت، نفس المقدار ديال سنيده. ما تنساوش بان الكركاع حتى هو فيه الماده الدهنيه. يعني ما هاد المكونات اللي حنا كنضيفوها لهاد الكيكه ديالنا كتساعدنا بحاش كناخدو واحد البدائل. كذلك يمكننا نزولوا الدقيق نهائيا، دقيق الفورس. والناس اللي ما تيبغيوش السكر يمكن يكتفيو بالتمر. يعني راه ما كتجيش يعني مسوسه بزاف. التمر حتى هو تيحلي بشكل جيد. حنا تنهضروا عموما يعني كيكات عاديين، يعني الناس كياخذوهم اصحاء ما عندهم حتى شي مشكل، كيدخلوا شويه ديال التقيوتات للكيكات ديالهم. بدل ما كتكون كيكه عاديه كندخلوا لها بعض الاضافات وبعض البدائل. المهم كيف لاحظتوا، من بعد ما طلعت صفار د البيض مع ها هو بدا تيتقال لي لانني ما دايراش البيض د البيض. يعني انا مازال تنخدم غير مع الصفار د البيض. غادي يتقال لي لا تكستور ديال هاد الكيكه، يعني غتجيني شويه ثقيله. المهم غنحيد هاد الفوي وغادي نستخدم هاد السباتول. غنحاول نخلط داك الخليط ديالي ونزيد الخمارات. من بعد عاد غادي نبقى ندخل. المفروض انني الكاكاو اولا القرفه في هذه المرحله هذه ندخلهم. انا نسيت يعني تفكرتهم حتى الوقت اللي جيت ندير البيض البيض، عاد تفكرت بانني راني ما درتش الكاكاو. المهم تقريبا درت واحد 2 معالق ديال الكاكاو، كتعطيني داك اللون الشكلاطي ديال الكيكه. صافي غنبقى نضيف داك البيض البيض غير بشويه بهاد الحركات. انا جربت الفيديو، المفروض غاديه غير بشويه بشويه باش ما طيحليش الكيكه ويولي لي كلشي ميح. كندخلو بشويه بشويه باش تبقى لي شاده راسها وقاصحه شي شويه. فاش كتدخل الفران كتنفخ وكتعطي ديك الخفه ديال الكيكه. ما كتجيش ما كيبان غير التعليكه ديال المكسرات اللي فيها والتمر. بالنسبه للمكسرات حنا درنا الكركاع تيتواتا بزاف مع التمر، ولكن نقدروا نديروا اي مكسرات، نديروا خليط ديال المكسرات. كل ما يعني درنا شي اضافات بحال هاد الشكل هذا كيجيو زوينين. كيف ذكرت راني نسيت الكاكاو. حتى لهاد المرحلة عاد بديت كنضيف الكاكاو. درت 2 معالق ديال الكاكاو غبرة. من الأحسن تغربلوه لأن كيبقى يتكور. وكملت على البيض ديالي كنضيف شوية بشوية بهاد الحركات هادي حتى تجانس لي الخليط. ودرتو في المول ديالي.
غنخشيه في الفران العافية أقل من المتوسطة شي شوية من الأحسن، باش كطيب على المهل وكطيب على خاطرها. كندخل الفران كيكون عادي بارد، ماشي ما كنسخنوش، عاد كندخل عاد تندخل الكيكة ديالي، يعني كندخل الكيكة ديالي في الأول، وتقريبا عندي واحد نص ساعة كتكون الكيكة ديالي طابت على عافية. وكنبقاو تنخلطو كيف ذكرت، يعني العافية أقل من المتوسطة. المدة راها ما كتفوتش واحد 35 دقيقة، العافية على المهل. كطيب من التحت، من بعد عاد عاد كنشعلو عليها العافية من الفوق، أولا إلا كان عندكم الفران العادي د الغاز هو اللي عندي أنا، كنطيب من التحت وكنهبط من الفوق. ها نتوما كتشوفوا لا تيكستور ديال هاد الكيكة، عامرة بداك الكريكعات وداك التميرات الطريفات كيجيو معلكين، آآ كيعطيوها ميزة. إوا هي هادي من بعد ما طابت لنا. بالنسبة للتزيين كاين بزاف الطرق ديال التزيين. أنا ما كنفضّلش نقسموها، علاش؟ لأن فيها دوك الطريفات كيبقاو يتقطعوا لنا. أنا إلا الواحد كان باغي يدير طبقات، يديرهم séparés، كل حاجة يدير 2 د ليمون ولا 3 د ليمون ويقسم يقسم الكمية ديال قبل ما كندخلوها للفران. منين كطيب ما كيصلحناش نقطعوها لأن فيها طريفات د الكركاع، طريفات ديال التمر. كنقدروا نسقيوها. المهم أنا هادوك الجناب، راكم شفتوا الكاغيط مكمّش هو اللي دخل في الجناب. نقدروا نديروها في المول ما بلا الكاغيط راها كتجي مزيان. المهم أنا اكتفيت هنا بالشكلاط ودردرت عليها شوية ديال الكاكاو وزينتها بدوك شوية الكريكعات اللي بقاو لي. صافي هذه هي الكيكة ديالي، كتجي رائعة. نتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا، ونتمنى تشوفوا القناة فيها ما يدار. وشكرا لكم، ما تنساوش اللي عجباتو القناة يتابونا. مرحبا بكم، كاين وصفات مختلفة، وشكرا لكم.